اللوحة قصة البقرة المذبوحة جاءت في القرآن الكريم كذلك، وأطول سورة في القرآن الكريم هي سورة البقرة. والقصة جاءت في القرآن الكريم على أن الله عز وجل أمر موسى عليه الصلاة والسلام أن يأمر بني إسرائيل بأن يذبحوا بقرة ليتم بهذه العملية كشف جريمة قتل حدثت في زمن موسى عليه الصلاة والسلام. وبالفعل هذا ما حدث. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. فهذا الرأس الذي صنعه الناقش صانع هذه اللوحة صنع هذا الرأس في هذه اللوحة، وأظهر العظمتين. هاتان هما العظمتين اللتين تكونان في الحلقوم عند قطع رؤوس الأنعام. عندما نقطع رأس أي شيء من الأنعام تكونان هاتان العظمتان بارزتان، وقد أظهرهما الناقش ليدلل على أن هذا رأس بقرة مقطوع. قرينة أخرى على أن صاحب هذه اللوحة هو نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام. الحروف الكتابية، هذه الحروف الكتابية استطاع أستاذ اللغات القديمة الأستاذ البروفيسور الدكتور يحيى عبابنة أستاذ اللغويات القديمة واللهجات القديمة أن يخرج 8 قراءات لهذه الحروف. وهذه الحروف هي حروف ثمودية. أقوى هذه 8 قراءات التي تدل على أن صاحب أو تكون قرينة على أن صاحب هذه الصورة هو نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام. قراءة تقول بأن صاحب هذه الصورة عالم حاذق في لسانه ثقل. العالم الحاذق الذي في لسانه ثقل. واللفظ بالثمودية هو طبن لهع. طبن لهع أي العالم الحاذق الذي في لسانه ثقل. هذه قرينة كذلك تدل على أن صاحب هذه الصورة هو نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام، حيث كان عليه الصلاة والسلام في لسانه لثغة. وقال الله عز وجل على لسان موسى عليه الصلاة والسلام قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وفي موضع آخر وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي رد أن يصدقني. وفي موضع آخر كذلك قول فرعون عليه لعنة الله قال أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، أي لا يستطيع أن يفسر أو يبين كلامه. هذه القرائن تدل بقوة على أن صاحب هذه الصورة هو نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام. القصة لم تنتهي بعد. هناك قرائن أخرى تدل على أن صاحب هذه الصورة هو نبي الله موسى صلى الله عليه وسلم. سنذهب الآن إلى اللوحة في الوضع باء، يعني سنقوم بقلب اللوحة 180 درجة، ثم نتعرف على بقية قصة هذه اللوحة العجيبة. لنذهب إلى اللوحة في الوضع باء. نحن الآن أمام اللوحة في الوضع باء مقلوبة 180 درجة عنها في وضعها ألف. أشير كذلك إلى أن اللوحة في هذا الوضع باء تكشف سرا لا يعلمه إلا الأنبياء فقط. سر لا يعلمه إلا الأنبياء فقط، بمعنى أن الأمم السابقة أتباع الأنبياء من الأمم السابقة لا يعلمون هذا السر. السر يتمثل في أن الصورة واللوحة في وضعها باء تظهر صورة المسيح الدجال أعورا بنفس النعوت التي وصفه بها نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الأمر أن الدجال أعور لا يعلمه أتباع الأنبياء السابقين من الأمم السابقة، لا يعلمون هذا السر، فقط الأنبياء يعلمون ذلك، حيث قال صلى الله عليه وآله وسلم ولكني سأقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه. ليس لم يعلمه نبي، لم يقل لأنه يعلم، لم يقله. هو يعلم ولكن لم يقل، لم يخبروا أممهم، لم يقله نبي لقومه إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. إذن ناقش هذه اللوحة، صانع هذه اللوحة لا بد إلا وأن يكون قد استقى هذه المعلومات من نبي،
النبي الوحيد الذي كان مهتما باللوحات وبالتماثيل وبالنحت هو نبي الله سليمان عليه السلام. فأقول بأن ناقش هذه اللوحة استقى هذه المعلومات من نبي الله سليمان عليه السلام. وظاهر الآية يقول يعملون له ما يشاء، هو الذي يشاء حسب إرادته حسب ما يشتهي، يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل، وكأن المعلومات تستقى منه وبأمره، هو يصنعون له بالكيفية الذي يريد وبالطريقة الذي هو يرغب بأن تكون فيها تلك التماثيل أو اللوحات. لماذا يعني الأمم السابقة لم يعلموا معلومة أن الدجال أعور؟ لأن هذه المعلومة لا تفيدهم. الدجال لن يصيبه العور إلا عندما يزعم أنه الله.